تمثال الملك رمسيس. عمرك سألت نفسك ليه التمثال ده محطوط في أول المتحف المصري الكبير؟ التمثال لفت نظر العالم كله لما اكتشفه المستكشف الإيطالي جوفاني باتيستا كافاليريا سنة 1820، وتحديدا في مركز ميت رهينة في جنوب القاهرة. ومن ساعتها الناس حاولت تنقل التمثال، ولكن جميع المحاولات فشلت لحد سنة 1955 لما أصدر الرئيس جمال عبد الناصر أمر بنقل التمثال لميدان باب الحديد المعروف حاليا بميدان رمسيس، والمحاولة نجحت بعد قطع التمثال لأجزاء كبيرة ثم ربطها في الميدان. ولكن مع بداية الانفتاح الاقتصادي في السبعينات القاهرة اتملت زحمة وتلوث في كل حتة، فاقترحت الحكومة المصرية نقل التمثال من الميدان لمكان تاني بعيد عن التلوث. هنا بدأ العمل على مشروع المتحف المصري الكبير بداية من سنة 2002، وفي سنة 2006 تم نقل تمثال رمسيس في موكب مهيب غطته كل وسائل الإعلام العالمية، علشان بعد كده يتم افتتاح المتحف المصري الكبير في يوم 1 نوفمبر 2025، ويكون تمثال رمسيس الثاني هي أول قطعة أثرية تستقبل الزوار من جميع أنحاء العالم.